انا مخطوبه بقالي 3 شهور. تمام. خطيبي كان كويس معايا جدا لغايه ما دخلنا في حوارات الشبكه، في حوارات العفش، في حوارات البيت. بابا طلب منه الطلبات العاديه اللي زي اي حد ما بيطلبها، الركنه والعفش وكل حاجه، واحنا هنشيل الاجهزه الكهربائيه والمطبخ وبس. فالدنيا كانت زي بقيه الناس. هي الشبكه قلت له هات على قد ما قدرتك، هو مش عايز يجيب شبكه اصلا. قلت له لا، انا عايزه افرح لاني زي اي بنت، انا مش هتجوز كل يوم، هات لي شبكه على قد ما قدرتك. وما استصعبتش عليه وما قلتلوش هات لي ب50 ولا ب60 ولا ب100 ولا كل الكلام ده، هات لي على قد ما قدرتك. تمام. تمام. قلب وشه من بعد حوار الشبكه والحاجات دي. ما بقاش يكلمني عدل، ما بقاش فيه كلمه حلوه تتقال. كل شويه عصبيه، كل شويه مش طايقني. لغايه ما في اسبوع، اخر اسبوع اللي فات ده، خرجنا مع بعض فقعدنا نتكلم حلو بقى، كان لذيذ ولذوذ وعسول وكل حاجه كانت زي الفل. لغايه ما احنا ومروحين فتح معايا موضوع انا صراحه انا مش موافقه عليه خالص. هو عايز يخلط ما بيني وما بين مامته، بمعنى ان هو عايزني ان انا كل يوم اروح لها البيت، نقعد مع بعض، اعمل لهم الاكل، نعيش مع بعض ونروح عنهم. بس شقتي ما تبقاش بس غير لوكاندا احنا بننام فيها، ما يبقاش فيها اي حاجه تانية، كل يوم عند ماما. انا طبعا طلب مني ان انا اروح اعيش مع مامته. انا قلت له لا، انا هفضل في شقتي الايجار الجديد، انا ما عنديش مشكله، ممكن اروح لها لما هي تكون محتاجاني، لكن انا مش هروح شقتي على النوم بس، انا مش موافقه على حاجه زي كده. قال لها خلاص، وانا ما عنديش جوازه بقى، كل واحد بقى يروح لحاله، عشان انا كده استحملت وفوق طاقتي. استحملت ايه وفوق طاقتك؟ ان البنت تطلب منك ان انت تجيب لها شبكه وان انت تجيب لها عفشها والدنيا كلها كده استكترت فيها؟ اذا كنت من الاول يا ابن الناس مش عايزها يعني تفرحها ولا تدلعها ولا تجيب لها شبكتها ولا تعيشها العيش اللي هي مستريحه، يعني اللي هي تستحقها، وهي بتحبك جدا وانت عارف حاجه زي كده، المفروض ان هي تستحمل وان هي تروح تعيش مع مامتك وتخدمها علشان انت تكون مرضي ومبسوط. لا، مبقاش موجود دلوقتي كتير اصلا، كل واحد بقى يعزل، والعزله اقسم بالله بتبقى احسن كتير من الاختلاط. يعني بتبعد مشاكل وبتخلي الجوازة اصلا تستمر فترة اطول من اللي احنا عايشينه. لما بيبقى فيه اختلاط بيبقى فيه مشاكل اوفر، فالمفروض ان انت ذات نفسك تبقى عايز حاجة زي كده عشان تكمل الجوازة، مش عشان تطلقوا بعد كام يوم. انا نصيحتي ما تتنازليش ابدا. انا شايفة ان انت لازم تفضلي في بيتك، ما تتنازليش تماما علشان انت عايز تهربي من بيت اهلك وتروحي تعيشي في حتة تانية عشان هم مضطهدينك، ولا عشان هم مش واخدين بالهم منك، وعلشان هم بيخلوكي تشتغلي في البيت، ولا هم علشان كذا تروحي تدبسي نفسك في جوازة وعمر انت اللي هتخسري فيه. لا يعني مهما تكوني عايشة متضايقة في بيت اهلك، هو هيكون احسن مليار مرة من بيت جوز ما بيهتمش بيكي وما بيحبكيش وجايبك خدامة لمامته ولا لاخته ولا لاي حاجة من الكلام ده. لا، لو بيحبك بجد هيراعي ربنا فيكي وهيعمل اللي يريحك علشان انت، عشان تريحين، عشان انتوا الاتنين تعيشوا مستريحين والجوازه دي والدنيا تبقى كويسه. ما تتنازليش، لو اتنازلتي من اولها هتخسري كل حاجه، هتقضيها تنازلات 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 تنازلات، وانت اللي في الاخر هتخسري. محدش هيخسر غيرك ومحدش هيشيل شيلتك. فمهما كان انا ما اسيبش بيت اهلي واروح اتعذب في مكان تاني، مهما العذاب اللي كان في بيت اهلي هيبقى احسن مليار مرة من عذاب في اي حتة تانية. ده رأيي وبس.